ما انا مش عارفه اعمل ايه. انا المفروض طالعه اقول لكم اخر اخبار النادي الاهلي، ولكن انا وشي في الارض مش منكم، وشي من الارض من وسام. هو انا انفعلت عليه جامد امبارح؟ مش انا ده ايه. الذكاء الاصطناعي خرب الدنيا. حبايب قلب خوخه، النهارده اقول لكم اخر اخبار النادي الاهلي. ومن الواضح يعني النادي الاهلي ما قفلهاش كده، تتقفل كبيره ونكمل بقيه الصف من الزمالك. وحسام عبد المجيد شكله اهلاوي. استنوا، في 3 ايضا من النادي الاهلي ماشيين. حسام ابو علي واضح ان هو بيلعب. انا قلت لكم امبارح، قلت لكم انا مش عاوزه انفعل عليه عشان ممكن الموضوع يكون فقدان شغف، لا اكتر ولا اقل. وبالفعل وسام ابو علي عاد من جديد ووضع اسم النادي الاهلي في البايو عنده على الانستجرام. احنا قاعدين بنحلل الصفقات بالبايو بتاع الانستجرام بتاع اللعيب، مين عمل فولو لمين، مين شال الفولو، مين حط اسم الاهلي، مين شال اسم الاهلي. لكن انا عند وضعي وعند كلامي من امبارح، النادي الاهلي هو من يصنع اسامي اللعيب، وهو من يصنع اللعيب. وجودك في النادي الاهلي ده شرف ليك. لولا وجود النادي الاهلي، كونك لعيب بتنتمي للنادي الاهلي، ما كانش زمان حد عارف. حط بقى اسم النادي الاهلي في البايو عندك، ده شرف ليك. الانستجرام عندك نور والله يا اسامه، احنا بنموت فيك. لكن صدقني الزعل بيبقى على قد الغلاوه، وانت غلاوتك عندنا كبيره، ما ينفعش ان هي تيجي منك. ناس كتيره بيمشوا بس من الباب الكبير وبيختاروا فن التوقيت. النادي الاهلي ما قصرش معاك في حاجه عشان تعمل كده. كل اللي اتقال اشاعات. جمهور الاهلي واسامه ابو علي اخوات، محدش خد باله. ايه اخبار انستجراميه؟ شيكابالا عمل انفولو لحسام عبد المجيد، بس هو ده الخبر. الف مبروك انضمام حسام عبد المجيد للنادي الاهلي، ورسميا حسام عبد المجيد اهلاوي. مش مستنيين حد يطلع يعلن لنا عن الصف. والله شيكابالا اعتزل، لسه بيطمنا على الصفقات. اول ما بلاقيه عامل انفر خلاص، هو بس يعني زيزو هو اتاخر في الموضوع شويه، عوضها في حسام عبد المجيد. الف مبروك يا حسام. فاضل فتوح وبنتايج يعني براحتكم، عشان احنا بس الجبهه اليسرى عندنا مش محتاجين باك ليفت. شكرا جدا. كيزو في الكلام اللي انا هقوله. سيراميكا كيلوباترا بترغب في التعاقد مع كل من احمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح بشكل نهائي. يعني سيراميكا عاوز خالد عبد الفتاح واحمد عبد القادر بشكل نهائي، بينما عاوزين كريم الدبيس اعاره موسم واحد بس. طب مقابل ايه يا خلود؟ مفيش حاجه من غير مقابل. مقابل انتقال احمد رمضان ومحمد شكري بشكل نهائي للنادي الاهلي. خالد عبد الفتاح خدوه وربنا ما يغلى عليكم، فري. مش عاوزين والله، ما عاوزين، ما فيش حاجه تغلى عليكم. انتوا ممكن بس سيراميكا كليوباترا لو بس هنتقل تصرمكوا لنا النادي. قاعه البطولات بس محتاجه تتصرمك، مش هنتقل غير كده. مش عاوزين. احمد عبد القادر والله العظيم يعني بيحنكش اوقات كتير، والله العظيم يا جماعه احمد عبد القادر ايام موسيماني كان فظيع. ده يجي يقول لي مش عارف ايه، لا افتكروا له ماتش الهلال وافتكروا له حاجات كتير. يعني كان طاهر واحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات كان في افضل نسخهم مع موسيماني. المدرب هو كولر جه طفاهم. والله العظيم انا ما عارفه العيب فيا ولا في كولر ولا في الزمن ولا فين. لكن دي كانت اخر اخبار النادي الاهلي النهارده. ويا ريت بقى يا وسام تتهد، عشان انا وحياتي متوقفه على خلاص. انا زهقت، بنام واقوم اصحى اشوفك انت فين. مش عيش، ما بقتش عيشه يا اسطى. عاوزين ناكل عيش. هد على نفسك وقول هديت، وارجع من امريكا على البيت. ما هو التتش هو بيتك، واتمرن كده واجهز عشان عندنا سيزون جديد. دوري ابطال افريقيا السنه دي ان شاء الله لو ما كانش اهلاوي فهتركوا كلكم.